اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا. امين يا رب العالمين. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم بفيديو جديد. طبعا احنا استقبلنا البرتقال في اول الموسم بتاعه بحفاوه وعملنا منه حاجات كتير قوي في الفيديو ده. طبعا اتعلمنا ازاي نقشر البرتقال، وكمان ازاي نقدمه لاطفالنا اللي بيغلبونا، وكمان ازاي نقدمه لضيوفنا لو عندنا ضيوف، وكمان عملنا منه احلى كيكه. طبعا كيكه البرتقال طبعا حاجه كده معتمده في الشتاء في كل البيوت. طبعا اول حاجه معايا كام وحدايه كده من البرتقال. تعالوا بقى نسمي الله وندخل الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملنا ايه. اول حاجه انا هعرفكم الطريقه اللي انا بقشر بيها البرتقال. طبعا انا الطريقه دي باخد كده البرتقال وبقطعها من فوق ومن تحت، وبقوم عاملاها فتحات على الطويل كده وبقشرها، ودي احسن طريقه واسهل واسرع طريقه لتقشير البرتقال، وتخرج البرتقانه معاكي ما فيهاش القشره البيضه اللي بتكون تحت القشره الصفرا دي، وبتكون الطريقه دي جميله جدا. طبعا والطريقه التانية دي الطريقه التقليديه اللي الكل بيعمل بيها، دي انا بصراحه ما بحبهاش. اولا بتجرح منك البرتقانه ساعات وبتخلي البرتقانه تنزل ميه كده، وبعدين بيبقى فيها القشره البيضه دي بتضطري ان انت تكحتيها تاني بالسكينه، وطبعا عيالك طبعا بيغلبوكوا كل شويه ماما لا احنا مش عايزين القشره البيضه دي. فهي اسلم طريقه الطريقه دي اللي انا بقشر بيها، دي الطريقه اللي انا طول عمري بقشر بيها البرتقال، سهله جدا. وكمان زي ما قلت لك بتخرج القشره البيضه في القشره الصفراء، والبرتقانه ما بيبقاش فيها القشره البيضه دي. طبعا انا هقشر البرتقال كله بقى معاكم بالطريقه دي. طبعا انا هعرفكم، انا طبعا عندي عيالي بنات وكده فبيغلبوني بيحبوا البرتقال جدا، بس ياكلوه امتى بقى؟ لما يكون البرتقال لسه اخضر كده وما فيهوش ميه كتير وما بينزلش ميه، ياكلوا منه كتير قوي. لكن بقى في الايام دي البرتقال بدا بقى يصفر وبدا بقى الميه بتاعته بتزيد وكده. حتى قشر البرتقال احنا مش هنرمي، احنا هنعمل منه برضو وصفه معانا في الفيديو. فبيغلبوني طبعا عيالي فانا بعمل لهم الطريقه دي بتسهل عليا وبتريحني. طبعا انا البرتقال المتقشر قطعته كده حلقات على الدواير كده او حلقات زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هقسم كل دايره هقسمها على 4، هتديك قطعه صغيره كده وجميله قوي. وطبعا يا دوب على قد البق ومش هتنزل ميه وانتي بتاكليها او اطفالك بياكلوها ويحبوا الطريقه دي. انا طبعا بعد ما اخلص شغل المطبخ وكله، احنا عارفين طبعا ان في الايام دي البرتقال طبعا ارخص فاكهه ممكن تكون موجوده، يعني مفيش فاكهه ب10 جنيه لكن البرتقال موجود. فطبعا طالما البرتقال موجود انسى اي فاكهه تانية في الايام دي. فطبعا بعد ما بخلص شغل مطبخي بقوم جايبه بقى شويه حلوين كده من البرتقال، واقوم مقشراهم ومقطعاهم بالطريقه دي وحطاهم في الاطباق اللي يحتاج يروح ياخد. فبالتالي اللي طبعا بياكلوا بيستفادوا احسن طبعا ما يفضل مركون. طبعا هما مش هيقشروا، لازم انتي اللي تقشري لهم. الطريقه التانية زي ما انتوا شايفين كده انا هعملها حلقات زي ما انتوا شايفين بس وهي بقشرتها، واقطعها على 4. انا بنتي الصغيره بقى بتحب الطريقه دي جدا، لان هي بتحب تمسك البرتقانه كده وتاكل منها زي ما تكون بتاكل قطعه كده من البطيخ يعني. فسيله بنتي بتحب الطريقه دي فانا عاملاها علشان خاطر سيله. طبعا اللي طلع معانا من البرتقال ده مش هنرميه طبعا، احنا لسه هنعمل كيك في نهايه الفيديو، فاحنا هناخد كل ده ونعمله في الخلاط مع الخليط بتاع الكيك ونعمله عصير وهنعمل منه الكيك. دي حاجه. طب انت بقى مش هتعملي الكيك والبواقي دي هترميها؟ لا مش هنرميها طبعا. انت طول النهار واقفه في المطبخ وبتطبخي وبتغسلي مواعين وحاجات من دي، كل شويه هتاخدي قطع كده تبلي ريقك يعني. ما احنا مش هنفضل كده نشتغل ومش هناكل. طبعا بقى معايا بالشكل الجميل ده. طبعا دي خله من بتاعه الاسنان، لو موجوده عندك هتحطيها كده في قلب الطبق، هتسهل عليكي. طبعا ده لو عندك ضيوف طبعا وناس مهمين وكده هتعمل لهم الطريقه دي، بدل ما بتحط لهم البرتقانه بحالها كده وكل شويه تقول لهم كلوا يا جماعه انتوا ما بتاكلوش ليه؟ ما هو انت ما قشرتيش عشان هم ياكلوا يعني. طبعا الطريقه التقشير والتقديم دي جميله جدا، جربوها. تاني حاجه بقى معايا في الفيديو بتاعي قشر البرتقال. طبعا قشر البرتقال انا زي ما قلت لكم مش هرميه، انا بعامل قشر البرتقال معامله الليمون في التنظيف. تمام. هاخده كده هجيب حله وهبدا اقطعه قطع كده او تحطيه زي ما هو مفيش مشكله، بس انا بقول يعني انا قطعته كده علشان يسهل معايا، علشان عاوز اختم معاكم الفيديو. قطعته قطع كده صغيره. وبعد كده هجيب بقى كوبايه من الخل وعليها كوبايه من الميه.
تمام، كوبايه خل وكوبايه كده من الميه. طبعا الخل ده اللي هو الخل بتاع التنظيف بيكون رخيص شويه، فبجيبه استخدمه في التنظيف، لكن ده الخل اللي هو بتاع عافيه او الخل الماركه عامه يعني، ده بنجيبه وبنستخدمه في الاكل. فازازه الخل دي كنت بجيبها ب2 جنيه ونص، بقى دلوقتي الله اعلم بقت بكام يعني. طبعا حطيت كوبايه خل وزيها كوبايه من الميه، بس حطي ميه دافيه علشان انا كنت طبعا انت ممكن تحط ميه عادي من الحنفيه، بس انا كنت عاوزه يعني اختم معاكم الفيديو، فقلت الميه السخنه هتسهل معايا ان هو ينزل الحاجات اللي فيه بسهوله. وسبته يوم كامل، وتاني يوم بقى جبته زي ما انتم شايفين كده، شايفين اللون الميه والخل طبعا اتغيروا واخدوا اللون الاصفر اللي هو لون قشره البرتقانه كده. طبعا هتجيبي كده مصفى صغيره كده وتبداي تصفي المحلول ده. لازم تصفيه، لازم تصفيه. ليه بقى لازم تصفيه؟ لان طبعا المحلول ده هيخلي قشره البرتقانه تطرى، وفي فتافيت كده هتبقى نازله منها، فانت هتحطيها، هتجيبي بخاخ كده وهتحطي المحلول ده في قلب البخاخ علشان هترشي منه، فالفتافيت دي هتعمل سده كده والبخاخ مش هيخرج معاكي السائل. فالاحسن ان انت زي ما انت شفتيني كده تصفيه. طب بتستخدميه في ايه؟ طبعا لو انا قاليه سمك، لو انا شويه رنجه، او عامله اي حاجه من الروايح بتاعه الطبيخ دي او بتاعه الاسماك او الحاجات اللي دي، فبتقومي رشه في المطبخ وبتكوني بقى تمسحي بعد كده، والله بتبقى جميله. انا برش لكم وبوريكم على المفرش السيليكون اللي انا بستخدمه ده، والله بجد خلى الريحه جميله جدا. وكمان بحطه على السائل بتاع المواعين، البريل بتاع المواعين، بجد بيخلي المواعين طبعا بتلمع، لان زي ما انتم عارفين ان هو فيه خل، فالخل طبعا بيلمع انواع المواعين كلها، الاستانلس والالومنيوم وكل حاجه. فجربي يعني حاجه مش هتترمي اساسا، فمترميش قشر البرتقال، وجربي الوصفه بتاعتي دي. اخر بقى حاجه معانا في الفيديو، طبعا احنا عندنا برتقال فمش هينفع ما نعملش الكيكه. الكيك طبعا بتاع البرتقال ده في ايام الشتاء دي الراعي الرسمي بتاعنا يعني. فانا طبعا معايا 4 بيضات، ومعايا كوبايتين من السكر، ومعايا 2 باكيت من الفانيليا، ومعايا باكيت كيك شيف او بيكنج باودر، ومعايا رشه كده من الخل. ال4 بيضات دول هحط عليهم 4 كوبايات دقيق، يعني كل بيضه هحط عليها كوبايه دقيق. طبعا كميه الخليط اللي انا عملته، ومعايا طبعا كوبايه الا ربع سمنه وربع كوبايه زيت، يعني كوبايه على بعضها كده سمنه، خليط من السمنه على الزيت. زي ما انتم عارفين انا بحب اعمل كيك او بستخدم الخليط السمنه والزيت في كل حاجه. وطبعا ده البقايا البرتقال اللي طلعت معايا، انا خلطتها في الخلاط، حطيت عليها برتقانيه واحده وعملتها في الخلاط، بقى معايا عصير برتقال اللي انا هستخدمه في الكيك. طبعا انا مش بعاير السوائل عامه، لو حتى بعمل كيك باللبن مش بعاير السوائل خالص، انا بعاير الدقيق، او بشوف انا هاخد مقدار دقيق قد ايه وابدا ازود سوائل لغايه الكيك ما يظبط معايا ويبقى القوام اللي انا عاوزاه. وخلطت كل السوائل دي طبعا في الخلاط زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى اجيب الدقيق بتاعي. زي ما قلت لكم انا هستخدم 4 كوبايات من الدقيق. طبعا الكميه اللي انا عملتها دي تاخد بيض اكتر من كده، يعني المفروض كميه الخليط اللي معايا ده يعمل صينيه كبيره او صينيتين صغيرين زي ما انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو، فالمفروض عليهم على الاقل 8 بيضات، بس انا حطيت 4 او 7 بيضات، فانا حطيت 4 بيضات بس. وطلعت جميله جدا وحلوه قوي. يعني احنا مش هنعمل كل حاجه بقى بالورقه والقلم وبحذافيرها في الايام الغلا دي، المهم ان احنا تبقى الحاجه موجوده عندنا في البيت وهتطلع كويسه والله وجميله قوي. طبعا اللي موجودين في البيت هيفرحوا ان انت بتعملي الحاجه كده، واقفه طول النهار في المطبخ بقى وبتعملي لهم حاجات حلوه ومهتمه بيهم. طبعا الدقيق، انا طبعا الدقيق طبعا نخلاه، بس لازم وقت ما بتعملي الكيك لازم تنخليه تاني، كتر ما بتنخلي الدقيق بيخلي الكيك طبعا هش وخفيف معاكي. نخلته بالمصفى زي ما انتوا شايفين كده علشان اخرج بس الهواء منه، مش علشان اي حاجه، مش عشان هو فيه حاجه. طبعا انا الكيك شيف ده انا حطيت نصه في الخلاط مع السوائل، والنص التاني حطيته على الدقيق زي ما انتوا شايفين، واحط كده ذره صغيره من الملح، وهبدا اخلط كده المكونات الجافه كده مع بعضها، وبعد كده انزل بقى بالخليط اللي هو اللي انا عملته في الخلاط، وابدا اقلب بقى الكيك بتاعي كده في اتجاه واحد، وابدا بقى ازود بقى من عصير البرتقال لغايه الخليط بتاعي ما يبقى بالقوام اللي انا عاوزاه. زي ما قلت لكم انا مش بعمل معيار للسوائل او يعني اللبن او البرتقال يعني او عصير البرتقال، انا بعمل عيار للدقيق، وبعد كده احط
لبن او عصير برتقال لغايه ما القوام يبقى مظبوط معاه. طبعا زي ما انتم شايفين كده هقلبها كويس قوي بالمضرب لغايه ما توصل للقوام اللي انا عاوزاه. بجد طبعا يعني الكيك البرتقال ده اسهل حاجه، وزي ما قلنا ارخص حاجه في الايام دي، ومش شرط يعني ان انت تحطي 10 بيضات وخمس بيضات والحاجات دي، لا والله حطي اللي موجود عندك والحاجه هتطلع حلوه ومظبوطه وكل حاجه. احنا لازم يا جماعه يعني نتعايش مع الظروف اللي احنا فيها، والله المستعان طبعا، ونستغفر كتير يعني. دي الصينيه اللي انا هستخدمها طبعا انا بطنتها كده بسمنه وبرشه كده من الدقيق، وطبعا طلع الخليط كتير على الصينيه طلعت صغيره. هجيب طبعا قالب من بتاع عيش التوست ده وهبدا احط فيه، بس انا حطيت ورقه زبده لانه هو تeflon يعني مش الومنيوم، مش هياخد سوى الالومنيوم يعني. حطينا الكيك بتاعنا في الفرن وطلع تحفه بصراحه، لونه جميل قوي وطلع ريحته بقى قلب المطبخ وقلب الدنيا كلها. طبعا هقطعه تقطعي بقى زي ما انتي عاوزه، انا هقطعه مثلثات كده لان الصينيه دي على شكل ورده كده، فهقطعه مثلثات. بجد كانت الكيكه جميله قوي. فزي ما بقول لكم احنا لازم نستغفر كتير قوي الايام دي، لان طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى بينزل علينا امراض او بينزل علينا غلاء فبيبقى من كتر الذنوب. بجد يا جماعه مش افوره ولا افتكاسات، والله دي حقيقه. فاحنا نستغفر يعني قدر المستطاع، يعني الذكر مش بياخد مننا وقت ولا حاجه. وطلعت الكيكه شايفين شكلها شكل الورده وجميله جدا، وانا فتحت لكم طبعا وريتها لكم من قلبها هشه وخفيفه، وكمان لونها اصفر وجميله جدا. وكمان ده اللي انا عملته في القالب بتاع عيش التوست برضو طالع جميل جدا وشكله يفتح النفس. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا ريت بقى تشتركوا عندنا في القناه وتدعمونا باللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.